كتير مننا اتراكمت عليه فوائد الكريدت كارد، وكل ما بيتاخر او ما يدفعش الحد الادنى لقسط الكريدت الفوائد بتزيد. انا هقول لك تعمل ايه عشان تسدد المبالغ دي، بس في الاول انا احمد عامر وده علم الجنيه. الكريدت كارد عامل زي البحر ملوش اخر، وبياخدك في دوامه الفوائد، لانه غالبا بيخليك تنسى نفسك في المصاريف وبعدها تصطدم انك عديت الليميت اللي تقدر تسده. ده غير انك مره ممكن تنسى تدفع القسط الشهري بتاعها، وده بيدخلك في دوامه ملهاش اخر. وعلشان تسدد الكريدت كارد وفوائدها فافضل حل ليك بانك تعمل جمعيه تسدد بيها كل اللي عليك مره واحده، وهيتبقى عليك قسط الجمعيه محدد ومن غير فوائد. وعشان اسهل عليك ممكن تستخدم ابلكيشنز تساعدك انك تعمل جمعيه زي ماني فيلوز، وتقدر عن طريقه تلاقي جمعيات لحد 120,000 جنيه. وطرق قبض الفلوس من الابلكيشن ودفعها سهل جدا، واكيد هتلاقي منها اللي يناسبك. قولي في الكومنتس موقف حصل معاك بخصوص سداد الكريدت كارد.